خوتي تأكدت اليوم باللي زين الدين زيدان ووليد لوكا جامي كانت عندهم علاقة بالجزائر، وإنما كان انتمائهم مبني على المصلحة. أنا قلت لكم نهار لوكا زيدان بدل الجنسية تاعو باش يلعب مع ليكيب ناسيونال باللي جا على جال المونديال وباش يدي الشارة الدولية، وسيد انتهازي ومصلحجي 100%. هاوليك اليوم زيزو في أول ندوة صحفية ليه بعد تعيينه على رأس ليكيب دو فرانس حشر نفسه في سوجي ما عنده حتى علاقة به، وقضية سيادية تتعلق بالصحفي الفرنسي كريستوف غليز اللي هدد أمن الجزائر بدعم الحركة الانفصالية الماك ومحاولة زعزعة استقرار البلاد تاعنا. السي خونا زين الدين زيدان ماغري عنده أصول جزائرية وولد يلعب مع المنتخب الوطني الجزائري، خرج يطالب بالإفراج على هذا المرتزق وأنه يعود يرجعوه للأهل تاعو في ندوة صحفية تبعها كاع العالم. هذا يا المنتخب الفرنسي ماشي أي منتخب من العالم. هنا ترى باللي زيزو جامي يحس روحو جزيري، وكي كان يجي ليستاد كان يجي غير على جال وليدو اللي لو كان واستفدنا منه. غارديا فاشل بكل المقاييس، جاي يلعب اسم باباه وادى الشارة الدولية على ظهرنا في وقت فرنسا نص خزرة ما خسرتهاش عليه. انا من هذا المنبر نطالب انه هذا الغارديا الفاشل ما يزيدوش يعيطوا له ليكيب ناسيونال، ديجا ما استفدنا منه والو. وفوق هذا الشيء باباه ما مد حتى الاعتبار الاصول الجزائريه والبلاد اللي يلعب ليها وليدو. صافي غير مكاله تزيدوا تحلبوا.